في أواخر أيام وعملنا فيلم اسمه فتوة الناس الغلابة، وكانت صحته تعبانة وقلبه تعبان. واحنا في المطار بنصور في يوم قال لي أي أنا تعبان يا سمير، أنا عايز أروح لها. وبينهج. أنا قلت الراجل ده هيخلص وهو قاعد. قال لي الحقني، اطلب لي الإسعاف. فجريت على تليفون جوه واحنا قاعدين في الاستراحة بتاعة المطار، طلبت مستشفى في مصر الجديدة، الدكتور هناك صاحبي، قلت له ابعت لي الإسعاف فوراً على المطار. وكلمت اللواء جمال علي اللي كان مدير المطار في ذاك الوقت، على أساس إن الإسعاف دي تخش في الحتة مش قدام الناس، تخش في حتة كده ننزل منها على السلم على عربية الإسعاف على طول. وقال لي الإسعاف جاية. قلت له 10 دقايق هتكون هنا، بس احنا هجيب لك كرسي عشان تمشي الحتة دي لحد السلالم اللي بتنزلنا تحت. قال لي لا، فريد شوقي ما يقعدش على كرسي متحرك، أنا هتسند عليك يا مالك. قال لي هتسند عليك. لحظات النهاية للأسف أنا ما حضرتهاش. أنا كنت معاه على طول في المستشفى، بس كنت بنزل ساعات الصبح أروح أجيب حاجات من البيت هنا وارجع. وكانت اللي بتقعد معاه عبير، اللي هي بنتي الكبيرة اللي أكبر من راني. فكانت قاعدة معاه هي وجوزها، هي جوزها دكتور، فقاعدين معاه وعاملين يهرجوا معاه في مستشفى السلام. وكلموني يا ماما قدامك، قلت لها لا خلاص أنا نازلة أهو. إن زي ما تقول بنسلم لبعض. هي بقى كان لسه معاها بيبي وكده، فنزلت قبلها بعد ما قعدت معاه نزلت مفيش. وانا كنت في طريقي خلاص لمصر اللي بتاع دي للسلام الدولي. وصلت لقيتهم بيمنعوني من الدخول. الله، فعبير لسه مكلماني في ايه؟ قالوا لا اصل في حاله بس جوه تعبانه فمش عايزين، لان هو كان في الرعايه وكان حجز اوضه خلاص هيطلع اوضه. اجي احاول اخش تاني مفيش، فين وفين. قاعده قالوا لي اتفضلي حضرتك في الاوضه اللي محجوزه فوق لحد ما نكلم حضرتك نقول لك انك تتفضلي. فضلت قاعده في الاوضه فوق امشي لحد ما انا ماشيه كده في الممر بقى فوق كمان مش في الرعايه. لقيت الدكتور بتاع القلب بتاعه جاي في وشي كده. هي جايه الدكتوره عليا، انا حسيت لان كل شويه اكلم عبير، يا عبير انت سبتي بابا كويس؟ تقول لي ايوه يا مامي. امال في ايه يا بنتي مش راضيين يدخلونا ليه؟ قالت لي ما اعرفش ازاي. لا ده بابا كويس، وكان عمال يضحك ويحكي لنا حكايات ونهرج. وفي الاخر طلع دخل الدكتور قال لي طبعا متوفى. حقيقي وحشني. انا ساعات اقعد اقول ايه وافتكر وابص، يعني وانا دلوقتي انت بتقول لي في وشي وهو بيضحك الابتسامه الرهيبه بتاعته الطفوليه بتاعته دي، وهو كان وحش الشاشه، وفي الحقيقه كان يعني انبل الناس. فده يعني طبعا فريد رحمه الله عليه خسرناه. هما سنين عدوا بس احساسا انت موجود جوايا. مفتقدة بأقصى درجة. مفيش بديل للأب، مفيش استحالة. انت رحت وخدت كل الخير معاك، الله يرحمه.